لو فاكر إن البورصة ممكن تكون حظ وإنك لازم تكون خبير عشان تكسب، فاسمح لي أقولك إنك كده بتخسر فرص كتيرة. في كتاب بيعتبره وارن بافيت نفسه أعظم كتاب اتكتب عن الاستثمار، وبيقولك فيه إزاي أي حد بعقلية بسيطة يقدر يكسب من البورصة حتى لو ما عندوش خبرة. النهاردة هنتكلم عن إزاي تكون مستثمر ذكي بالطريقة اللي اتكلم عنها بنجامين جراهام. بيبدأ الكاتب بفكرة قوية، وهي إنك لو عاوز تستثمر صح لازم تكون مستثمر ذكي. ومستثمر ذكي اللي هو مش اللي بيجري على الترندات والأسعار الطايرة، لأ، المستثمر الذكي هو اللي بيفكر بعقله ويركز على القيمة الحقيقية للشركات. وبيتكلم هنا إن الاستثمار مش معناه إنك تشتري سهم عشان هيعلى بكرة، الفكرة إنك تشتري سهم شركة سعرها أقل من قيمتها الحقيقية. باختصار، الاستثمار الذكي هو إنك تشتري الحاجة ذات القيمة الأعلى بسعر منخفض بالنسبة لقيمتها، وده تعمله في كل شيء مش بس أسهم البورصة. وبيفرق بين المستثمر والمضارب. المستثمر هو اللي بيشتري الشركات القوية وبيحتفظ بيها لسنين، إنما المضارب ده اللي بيدخل السوق يبيع ويشتري كل يومين تلاتة ويفكر في الأسعار مش في الشركات. وده مش بيهمه ولا بيفرق معاه قيمة الشركة أو الشركة نفسها، هو بيهتم فقط بالأسعار. وده عكس اللي بيوصي بيه الكاتب، وشبهه بالمقامر، وبيأكد على إن المضاربة مش أمان ولا يمكن الاعتماد عليها في الاستثمار. ولو قررت تغامر يبقى تغامر بجزء بسيط جدا من محفظتك. واتكلم عن مبدأ هامش الأمان، وبيأكد على إنك ما تشتريش حاجة إلا لما يكون هامش الأمان بتاعها عالي. يعني إيه؟ يعني لو شركة قيمتها 100 جنيه ما تشتريهاش وهي سعرها 98، لأ، اشتريها وهي سعرها 70 أو 60. ساعتها لو حصل أي ظروف طارئة الخسارة هتكون محدودة. تاني حاجة بيتكلم عنها وهي طبيعة السوق، وجريهام شبه السوق بشخص مزاجي كل يوم بموت شكل، وسماه السيد سوق. يوم يقولك الشركة دي ب200 جنيه ويوم يقولك ب150، مع إنها هي نفس الشركة. فالذكي بالنسبة للكاتب مش اللي بيجري ورا مزاج السوق، الذكي هو اللي بيستنى السعر اللي يناسبه عشان يشتري. فلما السوق يكون متشائم انت بتشتري عشان قيمة الأسهم بتكون مناسبة ليك، ولما السوق يبالغ في التفاؤل انت بتبيع. من الآخر كده تكون ماشي عكس القطيع، تشتري وقت الخوف وتبيع وقت التفاؤل. زي الأيام اللي احنا فيها دي أنسب وقت للشراء. كل الناس خايفة وأغلب المضاربين بيبيعوا، أغلب الأسهم نزل سعرها وقرب من القيمة الحقيقية ليها وأقل منها كمان بهامش أمان عالي، فمعنى كده إن ده أنسب وقت للشراء. الفكرة اللي بعد كده بيفرق الكاتب بين أنواع المستثمرين وبيلخصهم في نوعين رئيسيين، وهما المستثمر الدفاعي أو المحافظ، ده ما عندوش وقت وعاوز استثمار آمن. جراهام بيقولك وزع فلوسك بين الأسهم والسندات، ما تخليش أكتر من 75% أسهم ولا أقل من 25. النوع التاني وهو المستثمر المغامر أو النشط، ده اللي عنده خبرة وبيتابع الشركات ويقرأ القوائم المالية ونتائج الأعمال. فهنا الكاتب بيقوله دور على الشركات اللي قيمتها أقل من سعرها وتراقب دايما أدائها وأرباحها. ولو نلاحظ إن دايما الكاتب بيأكد على كلمة القيمة في الاستثمار للشركات، ودايما بيأكد إن الأهم من السعر هو القيمة. بالنسبة لاختيار الأسهم، جراهام بيحدد معايير لاختيار السهم بتاعتك، زي إن الشركة يكون ليها أرباح بقالها 10 سنين، وإن نسبة الديون فيها تكون قليلة، وسعر السهم يكون أقل من 15 ضعف متوسط الأرباح خلال ال3 سنين اللي فاتوا، وإن سعر السهم يكون أقل من 1.5 من قيمته الدفترية. لو السهم ده موجود اشتريه وانت مغمض، لأن في الحالة دي السهم بيبقى قيمته أعلى بكتير من سعره الحالي. ولازم ننوه هنا إنه بيتكلم على الأسهم الأمريكية، فلازم نراعي الفروقات والاختلافات في النسب دي. وكمان اتكلم عن الاستثمار في الصناديق، بيقولك لو انت مش فاضي تدور على الأسهم بنفسك وتتابع التحليلات بتاعتها، انت ممكن تستثمر في صناديق المؤشرات. ليه؟ عشان بتاخد متوسط السوق كلها برسوم قليلة وتريح دماغك، ومش بتكون شاغل نفسك بإيه الأسهم اللي طلعت ولا مضطر تتابع كل الأسهم. طيب في حالة لما يحصل أزمات زي الأزمة اللي احنا فيها دي، الكاتب بيوصي وبيقولك إن الأزمات دي بتكون فرصة عظيمة جدا للمستثمرين الأذكياء اللي عاوزك تكون منهم. السوق لما بينهار أسعار الشركات الكويسة بتنزل معاها، ساعتها بتشتريهم بسعر مخفض كأن عليه أوكازيون. وبيحذر من فكرة الاستثمار العاطفي، وبيقولك نصا كده
الاستثمار العاطفي هو كارثة، لأن المستثمر لازم يفصل مشاعره عن قراراته. يعني ما تفرحش قوي لما السهم بتاعك يطلع، وما تزعلش وتنهار لما السهم ينزل. خليك دايما مركز على القيمة مش على السعر. وتأكيدا على فكرة المخاطرة، مش معنى ان السهم خطير يبقى مربح، ولا ان السهم آمن يبقى ممل او ارباحه ضعيفة. بالعكس، المهم قيمة الشركة وسعرها. في ناس بتقول ان السوق دايما بيعكس القيمة الحقيقية. جراهام بيرد عليهم بان ده كلام نظري. الواقع ان السوق ساعات بيبالغ جدا، وده اللي بيدي فرصة للمستثمر الذكي انك تقدر تقتنص فرص من داخل السوق، وبتكون شايف وعينك على الاسهم اللي قيمتها بتكون اعلى من سعرها في الوقت ده. والكاتب بينصح هنا نصائح اخيرة، ودي تقريبا النصائح اللي بقولها في كل فيديو. استثمر جزء من دخلك بانتظام، وما تقترضش عشان تستثمر في الاسهم، وما تبيعش لما السوق يقع زي الايام اللي احنا فيها دي. وتوزع استثماراتك بين كذا اصل مش اصل واحد، بحيث تقلل المخاطرة، وانك تتابع الشركات واخبارها اول باول، لان ممكن خبر واحد يخليك تشوف فرصة محدش غيرك شايفها. لو لخصنا الكتاب كده في كلمتين، نقدر نقول ان الكاتب بيقولك استثمر بعقلك مش بمزاجك، وخليك صبور، واستثمر استثمار طويل الاجل، واشتري لما السوق كله يخاف، وخليك دايما عندك هامش امان عالي. وتعلم دايما، كل ما تتعلم اكتر اكتشافك للفرص ومعرفة القيم الحقيقية للسهم بتزيد. واهم فكرة او الفكرة الاساسية في الكتاب، وهي دور على القيمة مش على السعر. لو اتبعت الكلام ده هتلاقي نفسك مع الوقت بتكسب اكتر من 90% من الناس اللي بتجري ورا الاسهم الطايرة. وفي النهاية عاوز اقولك، لو استفدت من الفيديو ده اعمل لايك، ولو حابب النوع ده من المحتوى اعمل اشتراك في القناة، واكتب لي في التعليقات وقول لي ايه رأيك لو نلخص كتب تانية عن الاستثمار في البورصة.